لحد امتى هيفضل اتحاد الكرة خايف ومهزوز من رئيس نادي معزول بحكم محكمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية طبعا بحب ارحب بجماهير المارد الاحمر. بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الاهلي. ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في اول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. وعايز اقول لحد امتى هيفضل اتحاد الكرة ضعيف ومهزوز قدام رئيس نادي معزول بحكم محكمة، ولغايه دلوقتي بيتكلم ولغايه دلوقتي بيطلع تصريحات وبيطلع قرارات، مع ان كان الحكم النهائي برفض الدعوه، برفض الدعوه ان هو يرجع منصبه تاني. وبالرغم من كده بيطلع وبيقول وبيطلع تصريحات وبرضه بيغلط وبيتكلم. وكمان رافض، يعني نادي الزمالك رافض تسليم درع الدوري قبل مباراه القمه، عشان مش عايز النادي الاهلي يحتفل بدرع الدوري، يحتفل ببطوله الدوري بعد مباراه القمه. ليه مش عايز يسلم الدرع؟ احنا عامه هنفرح بالدوري سواء بالقمه او من غير القمه، بس ده بيبين ان اتحاد الكوره وان رابطه الانديه ضعيفه وخايفه، وكمان خايفين على شعور النادي الزمالك. الكلام ده اتقال قبل كده ومش حلو، يعني مش حلو ان ده كلام يطلع من اتحاد كوره او رابطه انديه. دي بطوله، واحد كسب، يعني نادي كسب بطوله. ايه اللي دخل؟ يعني لما الدوري الزمالك كسبه مرتين السنتين اللي فاتوا، ما سمعناش بقى ان حد بيراعي شعور الاهلي ولا بيتكلموا كلام زي ده على الاهلي. اشمعنى؟ ما انا لغايه دلوقتي مش عارف. ولما نادي الزمالك يرفض يسلم الدرع الدوري لاتحاد الكوره عشان يسلمه للاهلي في مباراه القمه، تبقى حاجه غلط، تبقى في حاجه مش مظبوطه. وبعدين احنا هنستغرب ليه؟ ما هو ده اتحاد الكوره ورابطه الانديه. احنا هنستغرب ليه؟ ما هم كده اساسا. كل حاجه بتحصل غلط ومحدش بيتكلم ومحدش بيحاسب. النهارده طلعت رابطه الانديه طلعت بيان بتقول ان احنا هنسلم درع الدوري في مباراه حرس الحدود. ليه؟ ليه؟ عشان الزمالك رفض يسلم درع الدوري. وطبعا عشان هم ناس ضعيفه وناس مهزوزه وخايفه، فطبيعي ان هم يقبلوا بحاجه زي دي. بس بالرغم من كده النادي الاهلي يعني ارقامه تفوق اي نادي في مصر وفي افريقيا. مش موضوع درع الدوري هو اللي هيفرح جماهير الاهلي ولا يفرح النادي الاهلي، لا، مش هو ده. احنا عندنا ارقام واحصائيه للنادي الاهلي يعني تثبت ان المواضيع دي بتبقى مواضيع تافهه وصغيره، ما تشغلش جماهير النادي الاهلي بحاجه. احنا كده كده بنفرح بنادينا وفخورين بيه. النادي الاهلي اكثر تتويجا في الدوري المصري ب 43 مره، واكثر من حقق كاس مصر 38 مره، وكمان اكثر من حقق كاس السوبر المصري 13 مره. شوفوا الارقام، شوفوا الارقام. وهجيب لكم ارقام المنافس اللي هو بيقول عليه منافس، بس هو ولا منافس ولا حاجه اساسا. و11 بطوله، 11 بطوله دوري ابطال افريقيا، و8 كاس سوبر افريقي، واربعه كاس الكؤوس الافريقيه. النادي الوحيد يعني النادي الوحيد اللي هم التي يعني اللي ما بيتكلمش غير بلغه الالقاب هو النادي الاهلي. يعني النادي الوحيد ما بيتكلمش الا بلغه الالقاب والبطولات. اي حد، اي نادي تاني بقى هتلاقيه بيهري وينقد ويقعد يرغي في حاجات بعيده عن الانجازات والبطولات. ليه؟ لانه ما عندوش حاجه يتكلم فيها. ما عندوش حاجه يتكلم فيها، هيتكلم في ايه؟ وزي ما قلت ان رئيس النادي المعزول بحكم محكمه بيطلع ويتكلم وبيطلع تصريحات. في تصريح لسيد عبد الحفيظ بيقول ما عندناش احتفالات بالدوري، احنا مركزين في ماتش الزمالك. ده رد بقى على رابطه الانديه واتحاد الكره المهزوز الضعيف. احنا ما يشغلناش، احنا كده كده خدنا بطوله الدوري، بس اهم حاجه مباراه القمه.
عشان يبقى نختم الموسم بكل حاجه كويسه، كل حاجه حلوه. احنا كسبنا الزمالك في الدور الاول، وان شاء الله هنكسبه في الدور الثاني بعد ما حققنا البطوله. هو ده اللي احنا بنركز فيه، وما بنركزش بقى في الحاجات التافهه التانيه. عندنا بقى يعني عايز اقول لكم على يعني البلاوي، البلاوي والقواضي اللي على نادي الزمالك، واللي هم بيقعدوا سايبين ده كله وبيتكلموا عن النادي الاهلي وبس. يعني يعني في كده يعني قواضي ومشاكل وغرامات على نادي الزمالك، يعني اكتر من 15 حكم. تخيلوا 15 حكم بغرامه على نادي الزمالك، وسايبين ده كله وبيتكلموا عن النادي الاهلي ودرع الدوري اذا كان يتسلم ولا ما يتسلمش. ورئيس نادي الزمالك طالع عمال يتكلم في موضوع امام عاشور، يقول لك انا بعته ب 3 مليون، ازاي اشتريه ب 5 مليون؟ والنادي الاهلي لو اشتراه مش هيشتريه ب 5 مليون. النادي الاهلي يعني دماغه اكبر من كده. يعني هو مش هيشتري امام عاشور ابدا ب 5 مليون، بس هو هري ورغي وخلاص. 15 قضيه زي ما قلت، 15 حكم بيطاردوا الزمالك في الفيفا. معانا اول قضيه سبورتنج لشبونه $1,500,000، وعندنا اجوجو $1,200,000، وعندنا لوكاردو $425,000، واشمبونج $900,000، وجروس $662,000، والافريقي التونسي 838,000 جنيه، وخالد بوطيب 2,700,000 $2,700,000، وفرجاني ساسي 650,000 يورو، وحمد النجاز 1,300,000 دولار، وحميد حداد 30,000 يورو، وحسام اشرف 200,000 يورو، وباتشيكو 470,000 دولار، وغيرهم. يعني انا مش يعني في ناس غير دي، وفي ريكاردو، انا قلت ريكاردو. يعني في ناس كتيره، ناس كتيره قوي ليها فلوس، وكل ده وسايبينه وبيتكلموا عن النادي الاهلي. سايبين كل المشاكل دي وكل القواضي دي وكل الغرامات اللي عليهم دي كلها، وبيتكلموا عن النادي الاهلي. يعني عالم دماغها فاضيه، عالم دماغها فاضيه. هو طالع يقول لك لن نقيم ممر شرفي للاهلي. احنا مش عايزين ممرات شرفي من حد، احنا كده كده الاهلي عالي، عالي ومعروف مقامه من غير ما اي حد يعمل له ممر شرفي. مين قال احنا عايزينك تعمل لنا ممر شرفي؟ ده غير بقى التصريحات اللي انا قلت عليها دي تصريحات مرتضى منصور، وفي تصريحات لخالد الغندور. وانا مش عارف ليه مرتضى منصور طالع بيقول تصريحات بعد عزله وبعد حكم المحكمه الاخير اللي طلع من كام يوم. يعني حاجه غريبه. طبعا كل التصريحات دي انا منزلها عندي على الصفحه، بس هي تصريحات يعني تخلي الواحد يعني بيستفز الواحد بالكلام. خالد الغندور بيقول لك الجميع يخدم الاهلي من منظومه رياضيه وحكام. كله يعني دلوقتي الجميع بيخدم الاهلي من منظومه رياضيه وحكام، وبيقول ان الاسماعيلي لم يهبط ونقبكم طلع على شونه. واحنا يشغلنا بايه الاسماعيلي يهبط ولا ما يهبطش؟ ولا انت تشغلنا في حاجه كنادي الزمالك، ولا الاسماعيلي يشغلنا بحاجه. النادي الاهلي يعتبر يعني اعلى فريق في افريقيا وفي مصر. احنا ولا هنخاف من الزمالك ولا بنخاف من الاسماعيلي، وبنغلب الزمالك وبنغلب الاسماعيلي. نقبنا ايه؟ يعني الكلام ده معناه ان احنا كان نفسنا مثلا الاسماعيلي يهبط. مين اللي قال الكلام ده؟ والكلام ده اللي بيوقع الدنيا في بعض، اللي بيسخن الجماهير على بعض. بعد ما طلع بعد مباراه الاسماعيلي خالد الغندور المفروض يتحاكم على الكلام اللي قاله وعلى الفتنه اللي عملها بين الجماهير. شوف التناقض. التصريح اللي بعده بيقول لك مبروك الفوز بالدوري للاهلي الذي استحق الفوز بجداره واستحقاق. ده تقول له ايه؟ ده مجنون؟ يعني ده تعبان في دماغه؟ بيقول لك احنا خسرنا الدوري عشان وحشين، لكن مش كوره وبس. امال ايه؟ لا خسرت كوره. انت ادائك الموسم ده اداء يا مثلا يكسبك الدوري؟
ولا انت يعني بترمي ان مثلا ان الاهلي كسب بالحكام؟ امال بقى منين ان هو كسب بكل جداره واستحقاق؟ مش انت اللي قايل برضو نفس الكلام ده؟ مش انت اللي قلت ان الاهلي فاز بجداره واستحقاق؟ دلوقتي تقول ان الزمالك خسر الدوري مش اداء مش لعب وبس، لا ده خسروا عشان حاجات تاني. ايه الحاجات التانيه دي؟ والله العظيم الواحد الناس يعني الناس لما بيسمع كلام من ده يعني بيقول سبحان الله، يعني على العقليه دي، على العقليه دي، سبحان الله على العقليه دي. سايبين كل البلاوي والكوارث اللي احنا قلنا عليها و15 حكم محكمة من الفيفا، سايبين ده كله وبيتكلموا عن النادي الاهلي، واكبر همهم ما يسلموش درع الدوري قبل مباراة القمة عشان الاهلي ما يحتفلش في المباراة. لا احنا هنحتفل بالفوز عليكم ان شاء الله. يعني احنا هنحتفل مباراة القمة بالفوز على الزمالك. هي دي اكبر، دي يعني اكبر حاجة تهم جماهير نادي الزمالك، جماهير النادي الاهلي، ان احنا نكسب ماتش القمه سواء خدنا الدوري او ما خدناهوش. لان مباراه القمه يعني مباراتنا مع الزمالك دي بتبقى ليها طابع خاص، فكل همنا ان احنا نفوز في مباراه الزمالك. لكن نستلم الدرع او لا دي بعدين بقى نحتفل زي ما قال سيد عبد الحفيظ. احنا مش عايزين، مش مركزين في احتفال، احنا مركزين في مباراه الزمالك عشان ان شاء الله هنكسبها. طبعا بقى يعني انا وصلت كده لاخر الحلقه، وبتمنى من الكل يشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه، وبتمنى طبعا دعم من جماهير المارد الاحمر. وما تنسوش ان قناه المارد الاحمر للاهلي وللاهلاويه. سلام.